بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة وتردد جديد من قناتكم المفضلة قناة ايجي ويب. زي ما وعدنا مشاهدينا ونزلنا فيديو وعرفنا الناس بتردد القناة، قناة اي تي في كورد الجديد اللي هو كان مش شغال. النهاردة بنجيب تردد قناة اي تي في كورد، بس ان شاء الله ده التردد ده شغال 100%، وهنجربه قدام مشاهدينا واحنا بنضيف التردد. لما قلنا الناس تشترك في القناة عشان اي تردد جديد ينزل ان شاء الله هنجيبه وننزله، ما كناش بنقول اي كلام، لا بنقول الحمد لله فعل، واللي بنقوله بنعمل بيه. النهاردة فعلا معانا تردد قناة اي تي في كورد ده الجديد. هندخل التردد قدام مشاهدينا، وكمان هننزل القناة ونطلع نشغلها قدام مشاهدينا، ونأكد لمشاهدينا ان الحمد لله كل اللي بنقوله بيتنفذ، والحمد لله كل الترددات اللي بنجيبها شغالة 100%. الفيديو بتاعنا النهاردة عن تردد قناة اي تي في كورد الجديد. في الحلقة النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نشغل تردد القناة الجديد بكل سهولة، وهنعرف بعض المعلومات واحنا بنشغل القناة من خلال حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان في الوطن العربي. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم المفضلة قناة اي جي ويب. اي حد وصل معانا للثانية دي ما ينساش ينزل تحت في التعليقات ويصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. جايز دي الحسنة الوحيدة اللي ممكن ناخدها في الفيديو بتاعنا النهاردة. لو كنت من مشاهدينا الجدد ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتضغط على كلمة اشتراك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك جميع الفيديوهات اللي بتنزل جديدة وحصرية. وما تنساش لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا، ويا ريت تدعمنا بلايك، لان اللايك بتاع حضرتك مهم جدا، بيشجعنا ويخلينا ننزل كل ما هو جديد وحصري على قمر نايل سات وعلى جميع الاقمار. اما متابعينا فاحنا بنتشرف بوجودهم معانا ودايما داعمين لينا ولقناتنا على اليوتيوب. اتمنى يكون الفيديوهات بتاعتنا بتعجبهم، واتمنى اشوف ردود حلوة منكم. في ناس كتير قوي بتدور على فيديوهاتنا عشان تنزل جميع الفيديوهات الجديدة بشكل حصري. يلا بينا نبدأ الحلقة على طول عشان نعرف التردد. هنعرف طبعا التردد واحنا بنضيف التردد على قمر نايل سات. في البداية هنضغط على كلمة منيو في الريموت، بعد كده هيفتح لنا القائمة اللي قدامنا، هنختار كلمة تركيب، هيطلب مننا الرقم السري، هنكتب 4 أصفار. هننزل تحت على الاختيار الثالث قائمة الترددات عشان نزود التردد الجديد اللي معانا. هنختار كلمة زيادة موجودة عندك في السيفر. هيطلب مننا التردد في أول خانة، تردد الرمز في تاني خانة، وجه الاستقطاب في تالت خانة. هنديه التردد في أول خانة اللي هو 12694. 12694 ده التردد. ننزل على تردد الرمز. تردد الرمز احنا كده ضفنا الخانة الأولى. ننزل على تردد الرمز نركز فيها شوية، اللي هو الطبيعي بيبقى 27500 ده الطبيعي، إنما تردد الرمز هنا 3. هنكتب مع بعض كده في أول خانة 3 3 صفار 8. 3 صفار 8 ده معدل الترميز بمعنى صح. 3 صفار 8 ده معدل ترميز القناة. الطبيعي بيكون 27500. قناة اي تي في كورد نازلة على معدل ترميز 3008. نضغط اوكي، ننزل على وجه الاستقطاب، هنعمله عمودي او رأسي او في، اي اختيار من الثلاثة هيمشي. ضفنا الثلاث اختيارات تمام اهم 100. نضغط على كلمة اوكي، طلعتنا تاني للتردد شغال اهو، مفيش اي مشكلة والاشارة شغالة. نختار كلمة مسح، مسح، او ممكن يكون عندك بحث. بعد ما اخترنا الكلمة دي فتحت لنا صفحة البحث، هنختار كلمة اوكي من غير ما نعمل اي حاجة فيها. نختار كلمة اوكي. جميع الترددات نزلت هنا اهي، واي تي في كورد اهي الحمد لله اهي، ما بنكدبش على حد. هنطلع برضو نشوفها وهي شغاله. اي تي في كورد اهي. حفظ نتيجه البحث نضغط نعم حفظ نتيجه البحث، ونطلع نشوف القناه موجوده وشغاله ولا لا. زي ما احنا ضفنا لك معلومه وتردد جديد بتدور عليه، ما تبخلش برضو علينا وتضيف لنا تعليق حلو من حضرتك، تقول لنا ايه رايك في الفيديو بتاعنا. ولو لسه جديد ما تنساش تنزل تحت القناه وتضغط على كلمة اشتراك، وكمان تعلم على زر الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات اللي بتنزل جديدة وحصرية. التردد بتاعنا اهو اي تي في كورد. اي تي في كورد تمام. التردد اهو 12694 ماشي 3000 تمام.
8 في معدل ترميز 3008 وجه استقطاب عمودي في. ادي القناة ATV كورد وردة التردد، والقناة شغالة اهي مفيهاش اي مشكلة، والحمد لله ما بنجيبش تردد غلط وقديم. القناة شغالة قدام مشاهدينا اهي، ومشاهدينا اللي متابعينا عارفين ان احنا جميع تردداتنا بنجيبها شغالة 100%. اتشرفت بمشاهدتكم معانا في الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.